السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم سوفلي وصفة محلات، يجي خفيف قطني بعجينة رائعة وحشو أكثر من رائع. نبداو على بركة الله بالوصفة ومقاديرها. نبدي أول حاجة بالحشو. قليت لهنا حبيبة من البصل، قليتها في الزيت، من بعد ضفت لها لحم مفروم، نضيف له الملح والفلفل الأسود، نقلي هذاك اللحم المفروم مع هذاك البصل جيدا حتى يطيب معنا تماما. لهنا بعد ما طاب نحطه بجيه في صحن، ونجوزو لهنا للصلصة. في مقلاة حطيت الزيت، حطيت ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، نضيف لها حوالي حبة كبيرة من الطماطم، نضيف لها الملح، الفلفل الأسود والقليل من الأعشاب المنسبة اختيارية، نضيف لها حوالي ربع كأس من الماء، نحطها فوق النار ونخلوها حتى تتجمر ونحصلو على صوص. وهوليك القوام اللي تحصلت عليه نتاع الصلصة تاعنا. نحطها لهنايا في بول ونخلوها تاني بجيه، ونجوزو لهنا للعجينة اللي نحتاج فيها كأس من الحليب الدافئ. ضفت له لهنا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من السكر. نحرك المكونات جيدا حتى تذوب معايا كامل هذيك خميرة الخبز مع السكر، ونغطو على هذاك المزيج ونخلوه يتفاعل معنا حوالي ربع ساعة. لهنا بعد ما تفاعلت لي هذيك الخميرة نحرك لهنا الكل، ونبقى نضيف باقي المكونات. ضفت لهنا الزيت واللي هي 5 ملاعق كبار مملوءة جيدا. نضيف لهنا حبة من البيض، حطيت بياض البيض وصفر البيض نحتفظ به للأخير هكذا باش نمسحوا وجه السفلي تاعنا. نحرك الكل جيدا، ومن بعد نحط الملح اللي هي نصف ملعقة صغيرة، ونبقى نضيف في الفرينة. حطيت لهنا الكاس الأول، ومن بعد ضفت الكاس الثاني، ونحط الكأس الثالث بجيه هكذا باش نضيف منه كذلك. وعندي خميرة الحلويات اللي هي ملعقة صغيرة، يعني ما يعادل 5 جرام. نحرك جيدا داخل هذيك الفرينة جيدا، ونبقى نخبط في العجين تاعي هكذا باش لي سوفلي تاعي يجيوني خفاف. نضيف لهنا ملعقة من الخل. هاد الملعقة من الخل راح تخلي لنا العجينة تاعنا بزاف خفيفة. نحاول كيفاش ندخل هذاك الخل جيدا في هذيك العجينة، ثم نضيف الكاس الثالث بالتدريج. والعجينة لهنا لازم تكون طرية، وكل وحدة على حساب نوعية الفرينة تاعها. انا العجينة تاعي لهنا اخذت معاي 2 كؤوس ونصف من الفرينة، لاحظوا معايا. نحاول ندلك هذيك العجينة جيدا، من الأحسن تحطوها فوق سطح العمل. لهنا رشيت سطح العمل بالفرينة، وبقيت ندلك في العجينة تاعي حتى تحصل على عجينة طرية. وهاي ليك العجينة تاعي اللي تحصلت عليها، نحطها في إناء ونخلوها تختمر. ولهنا بعد ما اختمرت وتضاعف لي الحجم تاعها، نهبط لها هذاك الخمر ونحطها فوق طاولة العمل، ونقسم لهنا العجينة تاعي. وهنا كل وحدة تتحكم في حجم السفلي نتاعها، إذا حبيتيهم يكونوا كبار ولا صغار. أنا حبيتهم يكونوا متوسطين. والعجينة هذه خرجت لي حوالي 10 حبات. نشكلهم لهنا كرات ونحطهم بجيه.
ونبدي هنا نشكل في الحبة الأولى رشيت طاولة العمل بالفرينة، ونبقى نفتح في الحبيبة الأولى بهذا الشكل، وعندي لهنا هذيك صلصة الطماطم والحشو وكذلك الجبن المبشور. نحط لهنا القليل من صلصة الطماطم نمسح بها هذاك السفلي تاعي، ومن بعد نوضعو الحشو ونضيف كذلك الجبن المبشور، ونغلق حبة السفلي تاعي بهذا الشكل. وهاي ليك الحبيبة تاع السفلي تاعي نحطها في سنيوة، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. نفتح العجينة نحط لها صلصة الطماطم، ثم نحط هذيك لافيونداشي والجبن المبشور، نغلق على حبة السفلي تاعي. وهاوليك بعد ما كملت كامل الكمية عندي لهنا صفار حبة من البيض، حطيت له ملعقة كبيرة من الحليب، نحرك جيدا ونمسح وجه السفلي تاعي. وهنا كتزيين خفيف حطيت له حبيبات من السانوش، تقدروا تحطوا كذلك الجلجلان، وندخلوا للفرن اللي كان سبق لي وسخنته على أعلى درجة حرارة. وهاوليك السفلي تاعي بعد ما طاب لهنا راهو عاد سخون، نغطوه لهنا من الأحسن بطرشون ونخلوه حوالي 5 دقائق، ومن بعد نحطوه في صحن التقديم. وهاوليك السفلي تاعي شوفوا يعني الصورة تتحدث، شوفوا لي على هذيك العجينة كيفاش راهي خفيفة وهذاك الحشو معلك. نقسم لهنا معكم حبيبة هكذا باش تشوفوا القوام تاعو عن قرب كيفاش جانا. وصفة أكثر من رائعة، نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم. ما بقى لي غير نقولكم بالصحة فطوركم، ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. إلى الملتقى إن شاء الله، وإلى اللقاء.